السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه وبعافيه. جبت لكم اليوم خواتاتي الكاطو نتاع الكوفريط اللي صراحه عجبنا احنا في الدار بزاف بزاف، وقطع لي كميه كبيره، وواحد البنه تاعو مختلفه. درتها هي البنات بواحد العجينه. انا سميتها عجينه سحريه، واحد الميلونج رائع، واحد البنة جديدة بهاد المكونات اللي درتهم في هاد العجينة هادي، وقطعت لي كمية كبيرة. والذوق ما نعاود لكمش اون ديغي مونغوتي اللي نشروها من برا. هنا نفوتوا للمقادير اللي هي اقتصادية. هنا عندي جوج بيضات كاملين، عندي 3 مغارف كبار تاع السكر، مغرف ونص نتاع الكاكاو يكون شباب، البنة تكون ريحة تاعو شابة، عندي 2 مغارف كاوكاو محمص ومطحون، وعندي مغرف نتاع المايزينا، و3 مغارف كبار نتاع الزيت، مغرف مارغرين، وساشي خميرة الحلوى والفارينة، وعندنا لافاني. انا حطيت البيض، قرصة نتاع الملح، وحطيت لافاني والسكر ماشي رطب، السكر عادي البنات، سكر كريستاليزي، وحطيت الزيت. هنا البنات تضربوا تخي بيان حتى يولي الخليط نتاعكم بلون، حتى تحسوا بلي الخليط ولا ابيض. عاد وين تزيدوا الكاكاو، لو كان ديروا كلش بارد في بارد ما راحش نعرفوا بلي السكر سي بون داب. وباش نعرفوا السكر داب في الخليط من يولي الخليط ابيض ناصع، يعني يجي الخليط يولي خفيف يعني وشباب. عاد نجو نحطو الكاوكاو والكاكاو. وهنايا البنات لازم ديروا الكاكاو تكون نوعية شابة. وباش تعرفوا النوعية الشابة، مين تشموا الريحة تاع الكاكاو تلقوها الريحة تاعها اون ديغي امباسادور ولا ريحة الشوكولا، تجي باينة يعني يجي يشهي. الوغ ندربوهم بالباتر، ونجو نحطو هذيك المغرف نتاع المارغرين اللي راح تمد واحد لوكو هبال في الكاطو نتاعنا هنايا، وراح تبدلو طراوه. هنا زدت لها مغرف كبيرة نتاع المايزينا، وحطيت هذاك الساشي نتاع خميرة الحلوى كامل 10 غرام. هنا نجو ندو 6 قطع نتاع الشوكولا مينا بالحليب، 6 ولا 9 قطع، نقطعوهم هكا اوندي. فوالا، نقطعوهم كيما هكا اوندي، وراح يبقاو يعني هاد القطع هادو راح يبقاو كيما هكا في هاد الكاطو، ما راحش يذوب، يعني راحين يبقاو هما كيما راكم تشوفوا. نجي خلط هنايا ديك المايزينا مع النوفا اللي درتها مع خميرة الحلوى، وهادوك الحبيبات نتاع الشوكولا اللي مدت لها واحد الكوه هبال. هاد الشوكولا اضافيه، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش. هنا باش نعزلوا البنه وتجي واحد البنه ما تتنعرفش يعني بنات، الوغ ضفت لها هاد الشوكولا نتاع مينا اللي طاتو واحد البنه كارثه. هنا حطيت الغرفيه نتاع الفرينه قدامي، وبقيت نضيف تدريجيا. هنا لازم نروح غير بالعقل، ما لازمش نتحصلوا على عجينه طريات تلاصق، وما لازمش كذلك نشفوها. شوفوا ركزوا البنات، شوفوا كيفاش تولي لاباط اون ديغي لاباط صابلي، رانا درناها بالمارغرين وهي درناها غير بالزيت. هذه هي البنات. هنا جيت كورت كويرات، ديت هنا 17 غرام فقط. هنا بالك تبان لكم الكويره راهي صغيره، بصح من ندخلوها طيب راح تتنفخ وتولي هذيك هي تجي الحبه نتاع الكاطو في المعتدل، تجي حجم متوسط. وما تنساوش البنات رايحين نقلاصوها بالشوكولا ونرمدوها. الوغ من نحطوها في لي كيسات راح تجي هذاك هو سوا الحجم. هذيك هي. هنايا شادرت ديت 200 غرام نتاع الشوكولا دادا ولا اي نوع نتاع الشوكولا تاع تاع الكلاصاج اللي كانت عندكم. هنايا دو غير 100 غرام، انا ديت 200 غرام وبقات لي، يعني نتوما دو 100 غرام راح تقلاصي لكم هاد الكميه هذه. شوفوا هنا بعد اللي طيبت الكاطو هذا على 180 درجه ولا 160 درجه،
المهم حمروه كيما راكم تشوفوا من التحت يجي بيان دوغي، ومن بعد شعلوا عليه من الفوق حاجة قليلة 5 دقايق ولا 10 دقايق قيس ما ينشف، يعني شوية برك ما تخلوش تا يحمر ويولي يابس. هنا طحنت الكوفريت او شوكولا، يعني الا ديتو هذاك الكوفريت نتاع 1005 لي بواط هذوك الصغار، دو قيس 4 ولا 5 يعني 5 حبات نتاع الكوفريت وطحنوهم. انا طحنتهم هنا باللي نرابو بها، لي رابو بها رابيوه ولا طحنوه في الاشوار. وهي من الاحسن البنات ترابيوه كيما هكا باش تجي الحبه مفركته وتجي يعني الحبه باينه. هنا هذيك الشوكولا اللي ذوبنا هذاك 100 غرام ولا 200 غرام ضفت لها مغرف نتاع الزيت وذوبتها على حمام مائي، فوالا ما ضفت لها حتى اضافات. الوغ نجو كيما هكا من تبرد الحلوى نتاعي جيت درتها كيما هكا غلاصيتها ونقطروها تري تري بيان، فوالا، ونغموها في هذاك الكوفريت. هنا الكوفريت ما حمصته ما والو البنات، درته سكرفشته، يعني رابيته كيما راكم تشوفوا، فوالا جا بزاف شباب. ودخلوا يديكم البنات حاولوا كيفاش ترفدوا يديكم، يعني الحبة حاولوا ترمدوها ما بين صباعتيكم، يعني ما تدخلوهاش وتبقاو هكا تعجنوا فيها كشغل راكم تلصقوا في الاخر. حاولوا كيما كشغل راكم تبالونسوها بين صباعكم. طريقة راهي واضحة البنات. هاد الكاطو هذا جا رائع وسهل بمقادير اقتصادية، سيرتو البنات يديروه فاسيلمون، البنات اللي هذا وين راهم يدخلوا يديهم في الكاطو، البنات العويطقات هذا يولمهم يعني يتعلموا فيه ويحطوا فيه، يعني يحطوا يديهم في الكاطو باش يولوا ان شاء الله يخدمونا دي كاطو تقليديين لما. هنا شوفوا البنات الكمية اللي تحصلت عليها 44 حبة في 2 حبات نتاع البيض، عطني 44 حبة. الحجم نتاعها متوسط كيما راكم تشوفوا، خرجت الحبة ما كبيرة ما صغيرة، هذيك هي 17 غرام، جات في الحجم المعتدل مع اللي تنتفخ يعني من الطيب راح يضاعف الحجم نتاعها، وراح اكيد نقلاصوها ونزيدو نرمدوها، يعني راح تولي الحبة حجم متوسط. هذه هي البنات، شوفوا كيفاش خرجت الحبة رائعة. هادوك القطع نتاع الشوكولا بقاو هما يعني ما دابوش في الحبة، من نعضوا الحبة يعني هذوك القطع نستبنوهم سيرتو مع الكاوكاو. هنا الحاجة اللي نأكد لكم عليها وتبازوا عليها هي الكاكاو هو اللي يعني يمد لكم البنة الرائعة في الجاتو، يعني أي نوع نتاع جاتو صابلي أو شوكولا ولا، حاولوا يا البنات تختاروا المواد يعني ذات النوعية الجيدة كيما الكاكاو. شموه البنات، من تشموه يعني الريحة تاعو راح أكيد تعجبكم ولا ما تعجبكمش، يعني الكاكاو اللي ما فيه حتى ريحة هذاك هو الكاكاو اللي ما يجيش بنين وما يمدلناش حتى قو في الكاطو. ماذا بكم من تشموا الكاكاو تجي ريحة امباسادور فيه ولا ريحة الشوكولا تجي رائعة. شوفوا الحبة كيفاش جات متحوفة، جات رائعة، جات طري البنات مشي باسل، الحبة جات ما كبيرة ما صغيرة. ماذا بيا البنات تجربوا هذا الكاطو لوليداتكم وتفرحوه بهم، وإن شاء الله تنجحوا فيه البنات وترجعوا لي الخبر في التعليقات إن شاء الله من تجربوه وتمدوا لي رايكم. هذه هي البنات، ما بقى لي نقول لكم غير تهلوا في رواحكم ونخليكم بالصحة وبالهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.